السلام عليكم أحلى مشاهدين وأحلى متابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير وسعادة. عندي سؤال محيرني لكابتن صالح جمعة. هل يا كابتن صالح إمام عاشور عين حضرتك بصفتك أقرب صديق ليه للأسف إن أنت تكون متحدث رسمي باسمه؟ إن أنت تطلع في كل البرامج تتكلم عن إمام عاشور إمام عاشور إمام عاشور، فقرة ثابتة في أي برنامج بتطلع وبتظهر فيه لازم تتكلم عن إمام عاشور. هل أنت مثلًا بتقول للناس أنا عايز أطلع في البرنامج ده أو في البودكاست ده وما عندكش حاجة جديدة، ما عندكش أخبار جديدة، حضرتك بعيد عن الساحة بقى لك فترة ما فيش جديد، الناس مش مهتمة، فتروح قايل لهم لأ أنا عندي أخبار جديدة عن إمام عاشور فالناس تطلّعك في البرامج مثلًا يعني؟ بصراحة مش فاهمة، يعني أنت بقيت أساسي كل برنامج تطلع فيه لازم تكون إمام عاشور فقرة رسمية أساسية في كل حواراتك. الحاجات اللي تتقال والحاجات اللي ما تتقالش، الراجل حتى لو بالفرض صديق مقرب ليك وبيقول لك كل أسراره وكل أخباره وبيفضفض معاك، ما يصحش إن أنت تطلع تقول، إلا إذا كان هو مفوضك إن أنت تقول، فهو بقى يطلع يقول إن هو مفوضك فالناس تسكت وتسيبكوا بقى أنتم مع بعض. تطلع تقول زعلان من العقد وعايز يجدد العقد وكنت سهران معاه يطلع يكدبك، تطلع في برنامج تاني تكدبه أنت، تطلع تاني تقول عليه ضغوط وزعلان ومتضايق. كل الناس في الأهلي في الفترة دي وكل اللعيبة وكل الإدارة عليهم ضغوط، مش إمام لوحده اللي مضغوط، الناس كلها عليها ضغوط وفي حوارات والناس كلها عارفة، وأنت راجل كنت في النادي الأهلي وكنت الناس بتحبك وليك قدر من الحب في قلوب جمهور الأهلي، فبلاش تضيع ده وتخلي جمهور الأهلي يبدأ يهاجمك، لأن ما ينفعش وعيب اللي أنت بتعمله ده بصراحة. وأتمنى إن إمام عاشور يوقّف الموضوع ده، ويوقّف سيل التصريحات بتاعة حضرتك دي، لإن الموضوع بقى كتير أوي بصراحة وبقى مستفز. بمناسبة الكلام بقى والتصريحات كابتن جمال عبد الحميد سبحان الله بقى ليه فقرة هو كمان أساسية معانا. كابتن جمال اتكلم بخصوص إن النادي الأهلي طالب لماتش بيراميدز وماتش الزمالك حكام أجانب، والناس عارفة الكلام ده من بدري في اتحاد الكورة وفي الرابطة والجمهور وكل الناس عارفين. والكلام ده من قبل القرعة من قبل أي شيء، والأهلي طلب ده وكمان على نفقته الخاصة، والموضوع ما فيش مشاكل في الفلوس ولا أي حاجة. الراجل طلع وقال لأ أنا من حقي أنا بما إني صاحب الأرض كالزمالك يعني، بما إني صاحب الأرض وبما إني صاحب المباراة فإني المباراة بتاعتي، فإني أنا لو مش عايز حكام أجانب فأنا من حقي أرفض، من حقي أرفض الحكام الأجانب. ليه الأهلي عايز حكام أجانب في الماتشين دول؟ هل الأهلي ما عندوش ثقة في الحكام المصريين؟ هل الحكام المصريين وحشين؟ هل الحكام المصريين الأهلي عايز يوصل رسالة إن هم بيجاملوا الزمالك أو بيجاملوا بيراميدز أو بيجاملوا حد؟ لأ ما فيش الكلام ده يا جماعة، معلش أنا ممكن أنا من حقي كنادي زمالك، هو بيتكلم يعني بكلام شخصي يخصه هو، لسه ما فيش أي حاجة رسمي من نادي الزمالك، ولكن التصريحات دي والحاجات دي لازم تترمي كده ولازم تتقال عشان يحصل مشاكل، وأنت برضه ما تعرفش في الآخر ممكن أثناء المباراة أو قبل المباراة بشوية يحصل إن نادي الزمالك يرفض، وبعدين الناس بتقول لك ده في لائحة. في لائحة بتقول إن من حق النادي صاحب المباراة أو صاحب الأرض إن هو يرفض إنه يستقطب حكام أجانب حتى لو النادي المنافس هيدفع الفلوس. دلوقتي اللائحة بقت جميلة وبقى عليها سكر، يعني عايز بقى يجرنا تاني لنفس المشكلة بتاعة الموسم اللي فات لما الزمالك رفض الحكام الأجانب اللي كانوا في المطار ورفض يأجل المباراة ساعتين علشان خاطر الحكام يجوا ويجهزوا للمباراة، ودلوقتي برضه بيصدر في الإعلام وبيرمي كده من تحت لتحت إن إحنا من حقنا نرفض واللائحة بتسمح لنا. هل هنشوف بقى مشكلة أثناء المباراة أو قبل المباراة بشوية ولا الموضوع هيعدي ولا إيه اللي هيحصل؟ ولكن أنا بصراحة لما بيحصل أي تصريح من أي حد زملكاوي أو إعلامي سواء لاعب أو إعلامي بصراحة بابقى عندي كده شوية قلق لأن الكلام ده بيترمي وبعد كده بنلاقي المشكلة وراه على طول ونلاقي الكلام اللي كان بشكل عام بقى بشكل رسمي. أمّا بالنسبة بقى للنادي الأهلي يعني الحمد لله الناس كلّها تمام، ما فيش أي مشاكل، المشكلة الوحيدة وكنت قُلت لكم عليها امبارح إن الراجل مصمم على إنه يعمل تدوير ما بين حراس المرمى كابتن شناوي وكابتن شوبير للأسف الشديد. الراجل لسه منشِّف دماغه في الموضوع ده، أتمنى إن هم يوصلوا معاه لحل والموضوع ده ما يبقاش موجود، حتى لو هنثبِّت الشناوي، هنثبِّت شوبير بغض النظر عن مين هيلعب، بس يكون في تثبيت في حراسة المرمى، لإن الموضوع اللي بيحصل ده أكبر غلط على الاتنين حُراس الحقيقة.
لعيبة كتير من الأهلي يعني ما شاركوش بشكل أساسي في بطولة دوري الأبطال أو مثلًا في الكاس أو كده أو في الماتشات اللي فاتت، واعترضوا على الخصومات اللي حصلت في المرتبات، وقالوا إن هي الخصومات حصلت بشكل عام على كل اللعيبة، وإحنا ما شاركناش وما ساهمناش في الإخفاقات ولا في الخروج من البطولات. أو حتى شاركنا بوقت قليل جدًا، فما ينفعش العقوبة تبقى شاملة كل اللعيبة وده حقهم الحقيقة. بصراحة يعني ما ينفعش اللي هتجيبي اللي شارك زي اللي ما شاركش، اللي لعب 90 دقيقة أو اللي لعب 3 ماتشات أو 4 ماتشات زي اللي شارك مثلًا 5 دقايق أو 10 دقايق، ده فيه ظلم طبعًا، وأكيد هيحصل مراجعة للقرار إن شاء الله. ملفات الأهلي كلها صفقات، في ناس هتمشي، في ناس هترجع من الإعارة، في ناس هتيجي جديدة، كل الكلام ده مقفول، ما حدش بيتكلم في أي حاجة، ما بيفتحوش أي كلام في أي مواضيع زي ديّة، لإن الناس دلوقتي مركّزة في ال6 ماتشات، الناس مركّزة في بطولة الدوري، تحفيز اللعيبة، ومصرين على إن البطولة تكون بتاعتنا، وإن شاء الله تكون البطولة بتاعتنا بمجهودنا وباجتهادنا وباجتهاد اللعيبة، لإن إحنا عندنا مدرب زي ما أنتم عارفين ماشي ضدنا وماشي عكس التيار وعكس قرارات النادي الأهلي. طبعًا الناس كلّها كانت بتتكلّم عن مباراة سيراميكا والناس اللي غايبة وكده، ولكن الناس ظهروا في التدريبات وما كانش في أي مشاكل، معظم اللعيبة اللي قالوا إن هم مصابين كانوا موجودين في التدريبات، ما نعرفش ده بقى كان مقلب والّا فخ من سيراميكا عشان بس إخواتنا الزملكاوية ما يزعلوش. ممكن معظم اللعيبة اللي اتقال أساميهم إن هم مش هيشاركوا، ممكن يشاركوا بشكل عادي جدًا، فما تقلقوش. عايزة بس أتكلّم في موضوع سريع كده بمناسبة كلامنا عن مباراة سيراميكا يعني معظم التذاكر لسه ما اتباعتش رغم إن المباراة يوم التلات، طبعًا هيطلعوا الناس بقى اللي دايمًا بيفرحوا وبيهلّلوا وبيدوّروا على أي ثغرة تخُص الأهلي أو جمهور الأهلي أو لعيبة الأهلي، هيقول لك الجمهور الأهلي مش عايز يحضر الماتشات، جمهور الأهلي زعلان، جمهور الأهلي متضايق من اللعيبة، جمهور الأهلي رافض قرارات الإدارة، مش عاجبه الإدارة ولا اللعيبة ولا المدرب ولا أي حاجة، لأ يا جماعة ما فيش الكلام ده خالص، طبعًا كلنا عارفين لا يخفى على أحد الناس طالعة من رمضان وعيد ومصاريف والناس كلها عارفة الدنيا ماشية إزاي، طبعًا بتبقى مصاريف كتيرة جدًا في الفترات ديّة، وطالعين من الأعياد والأسبوع اللي جاي برضه أعياد إخواتنا المسيحيين كل عام وهُم بخير، فطبعًا الناس أكيد يعني موضوع الفلوس هيبقى صعب جدًا، وكنا سمعنا إن إدارة النادي الأهلي هتساعد أو هتساهم في مثلًا سعر التذكرة، لسه لحد دلوقتي ما فيش أخبار، ولكن جمهور الأهلي أكيد في الفترة اللي جاية هيكون حاجز معظم التذاكر، وهتكون إن شاء الله الملعب مليان، ما حدش يقلق جمهور الأهلي حتى لو هيعمل إيه هيروح ويساند لعيبته، وهيساند إدارته، ما تقلقوش خالص، جمهور الأهلي بيحب النادي الأهلي. بمناسبة بقى النادي الأهلي كمان في خبر مهم جدًا، إن في يعني فكر كده إن الإدارة تضيف دكتور جديد للعيبة يعني في الجهاز الطبي، وبصراحة أتمنى إن يكون الموضوع ده حقيقي، في 4 كده متارجتينهم بيشوفوا كده الدنيا بتاعتهم ماشية إزاي، علشان بصراحة موضوع الإصابات المتكررة، موضوع تأهيل اللعيبة، موضوع إن الإصابات بتتكرر، لعيبة كتير بتتصاب، فبصراحة الموضوع دوّة كنت بافكر فيه من زمان جدًا واتكلمت عليه من زمان جدًا، فإن شاء الله يعني الموضوع ده يكون حقيقي. وطبعًا بالتوفيق لكل اللعيبة ولكل القرارات، وإحنا مع إدارتنا ومع لاعيبتنا وإن شاء الله خير وما حدش يقلق على الأهلي. تصبحوا على ألف